إذا بدك وصفة حلا بارد سهلة وسريعة واقتصادية وبدون فرن وبتتحضر معك ب10 دقايق، ما إلك غير هالوصفة. بتناسب هالأجواء الصيفية وبطعمة رهيبة والمنظر بياخد العقل، ورح نحضرها ب4 نكهات مختلفة. بس يا ريت قبل ما نبلش بالطريقة ما تنسوني من دعمكن والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكن كل شي جديد، وتحطوا لي لايك وتعليق حلو مثلكن. ويلا نبدأ وبنقول بسم الله. محضرة الطعام ضفت علبة بسكوت سادة وطحنتها، وبعدين ضفتها بكاسات للتقديم، أي كاسات انتو بتفضلوها أو زبادي متوفرة عندكن. ولتحضير الحلا البارد بطنجرة بنضيف لتر من الحليب، وبنضيف عليه 2 معالق كبار من النشا و3 معالق كبار من الطحين ونص كوب من السكر. للتنكيه ضفت زر فانيليا، وبنحرك على البارد لتمتزج المكونات. بعدين بنرفعها على النار وبنستمر بالتحريك لحتى يتقل معنا القوام، وبس تقل معنا بنضيف معلقة كبيرة زبدة اختيارية. قسمت الخليط 4 أقسام وحبيت نكه كل قسم بنكهة: بمربى التوت، بزبدة اللوتس، بالشوكولا، وآخر خليط ضفت عليه جوز الهند. وانتو حسب شو بتفضلوا نكهات ممكن تضيفوا أو تتركوه بدون نكهة كمان كتير طيب. اكتبولي بالتعليقات شو أكتر نكهة بتفضلوها لهيك حلا. بعدين سكبتهم بالكاسات هن وسخنين. لتر الحليب عمل معي 6 كاسات ب4 نكهات مختلفة. شوفوا هالمنظر بياخد العقل. حطيتها بالبراد ليلة كاملة أو ممكن تتركوها 6 ساعات وبعدين تقدموها، وهيك بكون صار جاهز معنا أطيب حلا بارد سهل وسريع ومن دون فرن. جربوه وشاركوني رأيكم، وأنا متأكدة إنه رح يعجبكم مثل ما عجبني. إذا جربتوها مرة أكيد رح تدمنوها، وما تنسوا تشاركوني تطبيقاتكم الحلوة، واستنوني بوصفة جديدة من وصفات شهناز، وألف صحة وهنا.